اسمي لورنس حمص، الاسم الحركي. اسمي الحقيقي يحيى ياسر رستم، مواليد مدينة حمص 1995. نشأت بعائلة مكونة من أب وأم وست أولاد. أنا الشاب الكبير بالبيت، يعني الصبي الكبير بالبيت. ترشأت وتربيت بعائلة أكثر ما يقول يعني كلاسيكية بسيطة لأبعد درجة. ما كان في عنا إنه هل المعرفة بالثورة، أو ما كان عندنا معرفة بالحزب أو مثلا بالرفاق أو بالسروك. لا نهائيا، لأنه نشأنا بمكان بعيد عن المنطقة هون وبعيد عن القضية هون. نشأنا بمدينة حمص معروفة بالداخل السوري. فيني أقول يعني بشكل مفصل أني درست للصف التاسع بالمدرسة. دراستي حاليا يعني هلأ بقدر أقول أنه كنا مو انه طلاب، كنا مجرد انه مثل روبوتات عم تتم برمجتنا من الصف الاول الى واحد يخلص دراسته. ليش؟ لانه في كثير حقائق ضايعه بالمدرسه. كان بالمدرسه في كثير حقائق مزيفه، نقدر وحقائق ضايعه مغطايه. فيني اذكر شيء مثلا لما كنا ندرس عن التاريخ، عن الجغرافيا، ولا مره مرقت معنا كلمه كردستان مثلا، او تاريخ، او الحضاره الفلانيه، او الحضاره الميدية مثلا، أو يعني أي شيء مثلا فينا نقول بيخص شعب الشرق وشمال سوريا بشكل عام. يعني أنا ما راح أخصص، ما كان موجود. كنا ندرس عن التاريخ، عن حضارة الفينيقيين، وعن السومريين، وعن البابليين، وعن بس كان في جزء كامل مهمش. أنا بعد ما انضميت للرفاق وأخذت دورات لحتى وقعت بهالفرق هذا، أنه كان تعليمنا فينا نقول 90% تعليم غلط. ليش؟ بغرض انه ما بدنا يعني فينا نقول النظام ونظام التربية وطريقة التربية كانت، والتعليم مثلا بالمدارس، كانت عم تبرمج الأطفال وعم تبرمج الأجيال جيل بعد جيل انه يطلعوا ايش؟ عساكر للنظام مثلا، للدولة، موظفين، مجرد يعني قطع شطرنج قادرين نتحكم فيها. ما في انه تحرير للعقول مثلا، ما في انه انشاء أجيال يكون فيها مثلا الجيل اللي يكون فيه فيلسوف، أو الجيل اللي يكون فيه عالم، أو يكون فيه مثلا ناقد سياسي، أو يكون فيه مثلا حقوقي أو ناشط بحقوق الإنسان أو هيك. لا نهائيا. جيل بعد جيل عم يتربى على طريق حزب البعث. أنا فيني أذكر من إحنا كنا صغار، من صف الثاني صف الثالث، كانوا ياخذونا على مخيمات طلائع البعث. يعطونا ردد الشعار البعث وردد طلائع البعث. ويعني أنا بتذكر بوقت من الأوقات كنت أحفظ هذا الشعار بشكل دائم، طلائع البعث، لما نحن كنا صغار. بعدين صار في شيء اسمه شبيبي، بعدين التغت. هذا كلياته عبارة عن برمجة. يعني بال حياتي يعني أنا نشأت ضمن عائلة علوية. أنا علوي الأصل، من مدينة حمص، من قرية اسمها قرية الكنيسي، غربي حمص 40 كيلومتر. نشأنا بجو أكثر ما نقدر نقول جو عسكري أكثر ما هو جو مدني. نشأنا على مبدأ وعلى أقدر أقول فكرة عايشة معنا من صغرنا إلى كبرنا، أنه نحن بس نكبر ما أن غير الدولة نحمي حالنا فيها. كطائفة مثلا، الشاب مثلا لازم يدرس ياخذ شهادته، وبعدين بكرة يروح يتطوع مع الدولة، يتطوع مع الجيش، المهم يعني فرع من أفرع النظام. هذا اللي كنا عايشين فيه متدربين عليه، ونحن نحمي حالنا بالدولة، ما إلنا غير الدولة. كان في تخويف إلنا مثلا إنه بكرة راح تصير حرب، بكرة راح تصير حرب طائفية، بكرة راح تصير مشاكل، نحن نقدر نحمي حالنا وين؟ بالدولة. سلطويين. أنا بقدر أقول يعني مثلا عن طائفتي العلوي بقدر أقول كلمتين. أول كلمة إنه هن للأسف مغيبين، مخدوعين، يعني مستغلين لأبعد درجة. ثاني شغلة سلطويين، كانت بنحب السلطة. أنا كان حلمي مثلا من أنا صغير إني بعد ما أخلص دراستي أتخرج، أخذ شهادتي وأروح أتطوع، صير مثل أبي. وأخوي كمان كان حلمه وكذلك، وأخوي الثالث كان حلمه وكذلك. بس حالة الأمور يعني دون هالشيء، لأنه
أنا بصف التاسع تركت المدرسة، صرت أشتغل، واشتغل يعني أعمال عادية، مثلا مثل ما بيقولوا أي شاب أي مراهق عمره 15 سنة 16 سنة، يعني أشغال بسيطة لا تكاد تذكر. إلى ما حتى وصل عام 2011 كنا مقيمين بالحسكة، وبلشت الأحداث السورية وبلشت. نزحنا من الحسكة جينا على ديريك، ما رجعنا على حمص. حمص كانت فيها حرب، فيها قتل، فيها ذبح، فيها ضياع، يعني ما حسينا بالأمان إذا رجعنا لهونيك. جينا ونزحنا على ديريك وقعدنا. بعد ما نزحنا جينا قعدنا بديريك، كان لسه الدولة وكان لسه نظام هون بالمنطقة. اجى يوم تغير كل شيء. يوم الدولة انسحبت طلعت من المنطقة. أول شيء كنا نسمع أنه بس حزب العمال الكردستاني هو استلم المنطقة هون، المخافر الحدودية، بعدين المدينة، بعدين المؤسسات الحيوية بالدولة، النقاط العسكرية. شيء غريب، شيء جديد. أول شيء خفنا، قلنا لازم نتعلم كردي. يعني هي أول ردة فعل مني كانت، أنا ورفيقي لما صارت هالقصة هاي عم احكي مع رفيقي هو كردي، قلت له والله يا زنار أنا لازم أتعلم كردي من اليوم ورايح. ما كنت بعرف أي شيء عن الرفاق أو أي شيء عن السروك نهائيا. كان في خوف بالبداية من الرفاق، إنه شو يعني شو هالحزب اللي اجى صار، هو مين هدول مثلا. نسمع يقولون أبوتشي، طيب هدول إيش بدون، إيش راح يسووا لنا مثلا. نحن توجهاتنا السياسية غير، مثلا نحن كمكون عربي مثلا أو كأقلية علوية مثلا عايشين بالمنطقة. كان في نفور وخوف منهم، يعني حتى إذا كان في تقرب من الرفاق أو من الحزب كان بحذر، خطوة وخطوة. بعدين لما مرقت سنة 2012 لما صار يصير بلشت الحملات العسكرية وبلش هجمات الإرهابيين. كان وقتها هجمات جبهة النصرة، هجمات كتائب الفاروق والجيش الحر وما الجيش الحر والعديد من الفصائل المتشددة الإرهابيين. كنا نشوف الرفاق عم يدافعوا عنا، نسمع الحملات، حملة الكوشر، حملة الحميس، حملة يوسفي، حملة الضياع بالجنوب مثلا بتل حميس وغير تل حميس. نسمع انه الرفاق والله عم يحاربوا هدول الارهابيين، نحن هربنا منهم اللي خربوا البلد. الرفاق عم يقدموا شهداء. يعني صرنا نقرب عام 2013 لما كثرت الحملات وكثرت التضحيات وكثرت انتصارات الرفاق، وبنفس الوقت كثرت الشهداء. كان في شهداء كثير. أنا كشاب مقيم مثلا بمدينة ديريك، كل يومين والثالث كان في قافلة شهداء تمرق من قدامنا تروح للمقبرة. أنا كنت أشوف الشهيد شلون يتعاملوا معه وشلون ينزف بمراسيم مهيبة بإجلال وإكرام. أنا هون تشجعت وطلبت من والدي، قلت له أنا بدي أروح انضم مع اليبكي. أول شيء كان اسمه يخكي، بعدين بعد ما كبرت صار اسمه يبكي، وحدات حماية الشعب. أنا قلت لأبي بدي أروح انضم. والدي كان لحد هالوقت هذا لساته عسكري مع الدولة بالجبل كوكب بالحسكي. قال يا ابني إذا أنت شايف حالك قد هالمسؤولية هي، قد هالطريق هذا، روح أنا ما بمنعك. وفعلا والدي إجا معي ومسكني من إيدي ومشينا سوا. جينا على مبنى الأسايش، قال لهم هذا الشاب بده ينضم. قالوا له الرفيق لازم يروح على نافند اليبكي ينضم هيك، مو عنا هون، لأنه ما كان مركز تبليبون، هذا كان مركز كنا يعني أسايش كأمن داخلي بس لإدارة البلد هون. رحنا على نافند وناقشوا مع الرفاق وقالوا لي أنت بتعرف وين جاي، أنت بتعرف إيش في قدامك، راح تفوت حياة جديدة تماما غير حياتك. يعني راح تفوت شخص، راح تفوت يحيى، راح تطلع غير شخص تاني. قلت لهم ايه، انا مستعد، انا مقتنع.
ووالدي يعني أنا هذا الموقف غريب من والدي، هو كان مع الدولة بنفس الوقت هو إجا معي ورحت انضميت للرفاق. كان نافند بيعرف إنه والدي لساته مع الدولة وبيعرفونا منيح، بس رحبوا فيني بكل احترام، بالعكس كانوا مبسوطين فيني. والدي ليش إجا معي؟ لا أنا ذكرت، أنا قلت والدي ضابط بالجيش، اللي كان يصير عند الدولة غير اللي كان يصير عندنا هون. يعني مثلا راح أجيب لك مثال، استشهد عسكري مثلا عند أو قتل في إحدى المعارك عند الدولة، كان يترك بالأرض، مراسيم ما كان يسوى له مثلا، ما كان في اهتمام فيه، اللي ينجرح اللي يتصوب كان ينكب بالأرض. والدي عم يشوف بعينه، عم يشوف عساكر شلون عم تنباع بيع، عم يتخلوا عنها. كان في خيانات كثير يعني بصف الدولة. مثلا شاب التحق بالخدمة العسكرية ولنقل من مدينة الحسكة، يروح وين ينبعت لآخر الدنيا لأدلب لحما، بدل ما يقعد يحمي أهله ويدافع مثلا بغير منطقة. يمكن هذا يكون إنه سوريا كلياتها وطنه ومعرش هو مجبور يدافع عن وطنه بكل مكان، بس كان ينباع بيع. العسكري كان ينباع، كان يتخلى عنه، يعني الضابط كان يتخلى عنه يبيعه ويقبض مصاري. خيانات، كان في انشقاقات كثير، كان في خيانات بين العساكر بين بعضهم، هن يقتلوا بعض كحياتي المدنية. وبعدين فجأة لبست بدلة العسكرية ورحت أخذت دورة المنضمين الجدد، يعني المقل بالكردي مقلة شرباني نو. أنا فتت يحيى رستم، طلعت لورانس حمص، طلعت شخص تاني تماما. ما كنت بعرف أي فكرة عن الرفاق، أنا كنت فكر إنه نشيل سلاح ونروح نحارب بس، هاي هي. كنت فكر بطريقة عسكرية، إنه خلص أنا بكرة راح أنضم مع اليابكي مثلا، راح يعطوني بدلة رخت سلاح، نطلع بالسيارات ونروح نحارب. هذا هو أنا كنت أفكر فيه، وهذا هو اللي كنت يعني متوقع إنه راح يصير. فت باليابكي لكن انصدمت بشيء جديد نهائيا، شيء ما كنت متوقعه نهائيا. تعال في دورة تدريب، أنا قلت تمام ما في مشكلة، بعتونا على أكاديمية. أول مرة بروح على الأكاديمية اجتمعت مع رفقاتي، كان عددنا يجي 25 رفيق. تعرفنا على بعض وبلشنا بروردة. انصدمنا أنه بداية البروردة كانت كلياتها دورات فكرية. كبداية انصدمت أنه وحدات حماية الشعب يابكي بتركز على إنشاء الإنسان، إنشاء العسكري، مثل ما بقول الأبوتشي الصحيح. أول شيء بدنا ننشئه فكريا، بدنا نفهمه هو وين جاي، هو إيش بده يتعلم، إيش بده يفهم. يعني انصدمت أنا صدمة كبيرة مثلا بفروردة الفكرية بتاريخ كردستان. أنا ما كنت أسمع عن الفكرة هاي كلياتها، بالعكس كنت أخذ المسألة هاي بطريقة هزلية، مثلا اللي يقل لي في كردستان وفي أرض وفي تاريخ وفي حضارة. فعلا هي يمكن على الخريطة مو مرسومة، بس على الأرض الواقع موجودة، بس أنا ما كنت متعلم. بالبروردة تغيرت كتير، يعني عرفنا نحن لإيش نحارب. نحن كرفاق أبوتشيين انضمينا اليابكي، نحن إيش لازم نكون، على أي أخلاق لازم ننشأ، على أي أخلاق لازم نمشي، مشان إيش نحن رايحين نحارب. نحن مو رايحين بس نقتل البني آدمين أو نقتل العالم، لا، أنت تروح إذا بدك تهجم على إرهابي، أنت هذا يعتبر حقك، الدفاع المشروع، أنت عم تدافع عن أهلك، لازم تحمي رفيقك يحميك، لازم تكونوا مع بعض. لما كان بالبروردة ينحكى مثلا عن جرائم البعث بحق أهل المنطقة، بحق اللغة الكردية، الاضطهاد اللي كان يصير بحق شعب المنطقة، لا هوية مثلا كانت ممنوعة، التعلم باللغة الأم كان ممنوع، التحدث بالمدارس باللغة الكردية كان ممنوع. حتى احتفالات نوروز، يعني هو احتفال بصير يوم بالسنة، كان في عليه ضغوطات يعني بالمنطقة
أنا ضمنيا من قلبي كنت انزعج، لأن كنت أزعل على النظام، وكنت جادل كثير يعني مثلا. بس نفس الوقت ما كنت اخذ الحالة الدفاعية القصوى انه عن النظام، لا انتم غلطانين، لا النظام وهيك، لا كنت اسأل ليش مثلا، هات خبرني علمني، كنت ادور عن المشكلة وين. وبكل غرابة الرفاق كان بكل روح مرحة، وكان بكل صبر وطولة بال يقولوا لي يناقشوا معي ساعة وساعتين وثلاثة لحتى يوصلوا لي الفكرة. هون تغيرت توجهاتي السياسية. أنا هلا كنت عم بقول أن انضميت عسكري، عندي حب إني أروح دافع عن هالبلد. شغلة وحدة. شغلة تانية صارت مثل شغلة صغيرة لما شفت رفقاتنا وحدات حماية المرأة اليبجي، يا بنات حملوا سلاح راحوا حاربوا ونحن الشباب هون واقفين. واحد بنزعج. أنا ما بستصغر المرأة أو ولا بستصغر البنت، لا بالعكس بفتخر فيها. بس يعني قلت والله عيب علي، أنا شاب قاعد بالبيت وفي بنات عم يحاربوا على الجبهة مثلي، ما حدا أحسن من حدا، راح أروح. طلعت من البروردة عسكري متدرب منيح، فهمان إيش بدي، الطريق اللي أنا ماشي عليه ولوين بودي، يعني إيش في قدامي. في قدامي شهادة، في قدامي إصابة، في قدامي معارك، في قدامي شغلات كثيرة ما كنت راح أتوقعها. بس الحمد لله كان عندي مثل ما بيقولوا مخزون معلومات كبير، أنا ليش رايح عم حارب. كان في عندي خلفية شوي عسكرية، تعلمت بالدورة مثلا شلون راح نحارب، كيف نحمي بعضنا، رفيقنا اللي انجرح ما نتركه، رفيقنا الشهيد ما نتركه لو ندفع 1000 شهيد فوقه. في شغلة صارت عنا بالرفاق هاي ما تدرس بالدورة، ما تدرس ولا تنعطى، ما هي شيء ملموس ولا تدرس، هي روح الرفاقية مثل ما بيقول ريحيها فالتي. الرفاق الكوميسيون اللي كان عم يدربنا قال لا تتعلقوا كثير ببعض. نحن كنا بشربان انه تعلقنا ببعض فوق المتوقع، يعني 45 يوم نحن عايشين مع بعض ناخذ تدريب، اكيد رح نصير رفقة قوية. بهالأثناء هاي أنا فيني أذكر تماما بالشهر العاشر عام 2014 هجم الدواعش مرة ثانية على بلدة الجزعة. طبعا بلدة الجزعة يعني ما كان فيها أي شيء يستاهل أنه يحارب مكانه إلا الموقع الاستراتيجي بس. كان خط الإمداد الحيوي من جزعة إلى من سوريا إلى شنغال يعني، والرفاق نحن نستخدمه يمر بالجزعة. غايتهم كانت قطع الطريق تماما عن الرفاق اللي بسنجار واحتلال هاي البلدة مشان يقدروا ينتصروا بحربهم بسنجار. نحن ما كنا نسلم، مستحيل انه نسلم، بس هجوم مباغت فعلا. الدواعش استطاعوا انه يقطعوا الطريق السياسي بعدين يودي على الحدود. وقفنا هجوم الدواعش يعني على القرى المحيطة بالجزعة. اجى امر انه جهزوا حالكم بدنا نطلع حملة مضادة صادرية. فعلا جهزنا حالنا. يومتك كنت مبسوط كثير، اجى اسم هافال لورنس بالصادرية، يعني بالخط الأول. أنا كنت دائما كاون الرفاق وتقاتل معاهم وتخانق معاهم، ليش أنا بالصف الأخير، هالمرة بالصف الأول. بهجومنا على القرية، أنا كنت بالجروب الأول بالصادرية، هجمنا وقربنا على القرية كثير وفتنا بالقرية. الجروب الثاني ما قدر يهجم مثلنا نحن، يعني الطريق ما كان متاح بهالأريحية كثير، لأنه كان الدواعش يعني منتشرين بكل الضيعة بأعداد كبيرة. نحن قدرنا نقرب ونفوت بأول الضيعة. الجروب الثاني صعب، لاقى مقاومة كبيرة، يعني ما كان واحد يسترجي يقدر يتحرك. الدواعش لما عرفوا انه يعني هيك، حسوا انه في اشتباك من طرف واحد مو من طرفين، مثل ما بيقولوا التفوا علينا. علقنا جروب كامل 8 رفاق، 7 رفاق شباب ورفيقة بنت، علقنا بالقرية. ضرب رصاص من كل مكان يجي،
وصوت التكبير. أول واحد طلع من القرية كان أنا، لأني كنت معي بيكسي سلاح رشاش، وأنا طلعت بس مشان أقدر أغطي على الرفاق، أضرب رصاص بشكل عشوائي بس أغطي على رفقاتي لأن ينسحب. يعني كان في 2 رفاق جرحى معنا بالجروب. طلعت قدرت اني انسحب ابعد عن القرية مسافة كويسة، ورصاص عم يضربوني، شوي اسحف على بطني، شوي قوم اركض. الرفاق اللي كانوا معي بالصادرية وراي، يعني ورا الساتر، كانوا عم يساعدوني، كان عم يرموا معي، وانا كنت عم ارمي بكثافة نارية كبيرة. رفاق كلياتهم انسحبوا ورا الساتر، ضليت انا والقوميتان تبع الجروب اسمه هبال ولاط، ضلينا جنب بعض. هون ما كنت متوقع اني راح اتصاوب. اخر واحد كان عم يرمي رصاص بهالمعركة انا كنت. خلصت رمي رصاص وقف، قال لي هفال لورنس دي ام يهرن، يعني بدنا نروح. انسحب ورا الساتر. مسكت بيكسي ومسكت الشنطة حطيتها على ظهري. اول ما قمت من الحفرة تصوبت، ضربوني من طرفين، يعني من طرف اليسار ومن وراي بشكل من الاشكال. انا كنت محاصر وما بعرف، كان همي الوحيد اني اغطي على رفقاتي ينسحب. للاسف انصوبت بظهري ب3 رصاصات. رصاصة ضربت الجانب الايمن هو خاصرتي، طلعت من اذت الكلية كثير. رصاصة بالطرف الايسر من خاصرتي كسرت ضلعين عندي هون بالقفص الصدري وراحت. الرصاصة الثالثة اجتني من جنب اليسار، يعني من وراي من جنب اليسار. هاي للأسف ضربتني بظهري، كملت إلى اصطدمت بالعمود الفقري بالفقرة 11 و12 وسببت لي شلل. يعني ثواني، خلال جزء من الثانية حسيت إنه شيء انسحب من جسمي، هيك سحب. خسرت قدرة المشي، وقعت بالأرض، صحت. يعني هذا كرد فعل طبيعي. وجع يعني رصاصتين اللي أكلتهم ما حسيت فيهم، قد ما توجعت منه قد هاي الرصاصة اللي ضربت بظهري. صحت صوت عالي انه ما فيني احكي شيء. وقعت على ظهري لورا، رجعت الحمد لله وقعت بالحفرة. الدواعش صار يصيحوا، صار يقولوا الله اكبر، فكروا قتلوني وانا كنت لساتني عايش. ورغم هيك رفيقي اللي جنبي هفال ولاط اللي كان قوميتان الجروب كمان تصوب معي، اكل رصاصة برجله. اول كلمة قلت لهم اياها: رفاق انا مشلول ما فيني امشي. وفعلا خلصوني رفاق البنات هن اللي شاروني. كل رفيقة مسكتني من رجل وايد وحملوني وركضوا فيني الى وراء الساتر. يعني بعد ما الرفاق اسعفوني وخلصت العملية وصحيت من البنج، صحيت على وجع قوي كبير بظهري، بصدمة نفسية اني خسرت رجليني وخسرت قدرة المشي، خسرت احساس برجليني. يعني ما كنت مصدق انه البارح كنت عم امشي، شلون هلا خسرت؟ يعني صرت المس رجليني هيك. معقولة ما عم حس فيها؟ معقولة انا انشليت؟ ما بنكر انه رفاقي الجرحى كمان اللي كانوا معي بنفس الحملة كانوا جنبي على التخت، كلها صارت تقول لورنس درباصيبي الحمد لله على السلامة. يعني فرحوا فيني اني فقت، بس فقت عم صيح، موجوع كتير. هون حسيت بضعف بشكل لا يصدق. حسيت اني محتاج ابي، محتاج اخي جنبي، محتاج اهلي، بس بدي حدا انه وصلوا خبر لاهلي اني متصوب، خليه يجوا عندي. يعني ولو انه دعم معنوي، ما يقدروا يسووا لي شيء، بس دعم معنوي. بهالاثناء هاي في شغله انا نسيت اذكرها. الوالد كان تارك النظام وتارك الجيش السوري واجى انضم للاسايش. يعني استطاعوا انه يوصلون الخبر انه تعالوا ابنكم متصوب بالمشفى. والدي كان بالدوام بالاسايش، طلب اذن واجى. اخي كمان الاصغر مني كمان كان متطوع بالاسايش، هم كمان اجوا عندي. اول ما فاتوا عندي بظرف حرب يعني، وصار زمان ما شافيني، لانه حمله ورا حمله، حمله ورا حمله، ما كنت انزل على البيت زياده. ابوي اول ما شافني ما عرفني، دقني كان كبير وشكلي متخربط.
يعني قد ما يكون البني آدم قوي يضل ضعيف. أول شي فرحت شفت أبوي وأخوي يجوا عندي، بعدين صرت أبكي، صرت أشكي لهم والله يابا أنا انشليت خسرت رجليني. والله أبوي وأخي راحوا سلموا على الرفاق والجرحى وطمنوا عليهم وضلوا جنبي. أبوي أول كلمة قال لي إياها إنه أنا الشاب الكبير عنده، لما سمع إني متصوب قال الحمد لله قضاء، ويعني بحكم إنه إصابتي كانت ثقيلة وصعبة كتير، يعني الرفاق الحمد لله ما قصروا معي والأطباء ما قصروا معي، حاولوا جهدهم كلياتهم. سويت كذا عملية ورحت على الشام مشان أكمل علاجي. الأطباء قالوا لي إصابتك قوية، يعني في أمل إنك تطيب بس يلزمك وقت، يلزمك علاج فيزيائي. رفاق من الناحية ما قصر، يعني علاجي الفيزيائي سويت. يعني كلمتي ولو إنه أتمنى إنه توصل للقائد، أنا بحب أتشكر القائد كل الشكر إنه خصنا نحن الرفاق المصابين المعاقين، بخصنا نحن وجعلنا كخط الدفاع الثاني عن الثورة كاملة من بدايتها إلى نهايتها. عندنا خط الدفاع الأول عن الثورة هن الشهداء، خط الدفاع الثاني مين حط الرفاق الجرحى المصابين. السروق قال أنا بنتصر بالرفاق المصابين. الرفاق المصابين هن البيشنك، هن لازم يكونوا القدوة للرفاق الثانيين. الرفاق المصابين ما لازم يقعدوا بالأرض وي أنا جريح وأنا مصاب وأنا ما بقدر أشتغل وأنا ما بقدر، بدكم تخدموني وبدكم لا 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 بالعكس. السروق طلعنا من هالجو المريض هذا للجو المنتج، الجو اللي بيكون مفيد لمجتمعه ولرفقاته للمكان اللي هو فيه. يعني كأنا جريح شقد في فرق كبير بين إني كنت مثلا قاعد اخدموني جيبوا لي حطوا لي اعطوني، وبينما اكون رفيق عم أدي دوري بالمجتمع، ولو كنت ما اقدر حارب بسلاح بس عم حارب بفكري، عم حارب بفكر القائد بعقلي بالدورات بالعلم اللي أخذته. أقدر أكون رفيق مفيد أكثر ما أكون رفيق مستهلك قاعد بالبيت. يعني المكان اللي حطنا فيها السروق نتمنى أن نكون قد الحمل هذا وقد الأمان اللي أعطانا إياها السروق، اللي هي دائما الحفاظ على خط الشهداء، الحفاظ على الثورة، الحفاظ على الإرث. نحن بنقول الإرث اللي ضحينا من أجله، ضحوا رفقاتنا من أجله. بالنهاية نحن ما عم ندافع عن شيء بسيط، عم ندافع على أرضنا، على الدماء اللي راحت بها الأرض أثناء تحرير الأرض والدفاع عنها، عن أرواح آلاف الشهداء وآلاف الجرحى. أمانة ثقيلة يعني، وإن شاء الله نكون قد الحمل. أنا بحب أوصل رسالة لكل رفيق وكل رفيقة جريح إنه بارك الله فيكم، بارك الله في صبركم، والله يشفي جميع الجرحى وجميع المصابين ويخفف الألم عنكم يا رب. وعن جد عن جد المقاومة الكبيرة اللي عم نشوفها من قبل رفاقنا الجرحى في كل مجالات الحياة، في شغلهم، في حياتهم اليومية، في صبر على الألم، في صبر على الضغط النفسي وضد الجسد وضد النفس وضد الصعوبات الحياة. يعني ترفع له القبعة، شيء مشرف لأبعد درجة.